السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة باذن الله يا سنة اولى هيكون موعدنا مع حل امتحان محافظة الغربية. يلا بينا نبتدي. السؤال الاول الف. العبارة الاولى بيتكون جزيء الهيدروجين من نقط. طبعا الاجابة هتكون انه بيتكون من ذرتين، اما بقى جزيء الهيليوم فهو بيتكون من ذرة واحدة. أما العبارة اللي بعدها بيرمز لمستوى الطاقة الثاني بالرمز نقط. طبعا مستوى الطاقة الثاني بيكون ال وبيتشبع بنقط إلكترون. طبعا عدد الإلكترونات اللي بتشبع بيها 8. أما بقى رقم 3 بتنتقل حرارة المصباح إلينا عن طريق نقط ونقط. طبعا بتتنقل عن طريق طريقتين، هي طريقة الإشعاع وطريقة الحمل. أما بقى رقم 4 بيتكاثر نبات كزبرة البئر بتكوين نقط. طبعا بتكوين الجراثيم. أما بقى العبارة بيتكاثر نبات الصنوبر بتكوين، طبعا بتكون البذور. كده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بننتقل لب. اختر من العمود ب ما يناسب العمود ايه. من المواد جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء. طبعا هنختار 3 الحديد والذهب. وحدة قياس الكثافة هي بتكون جرام لكل سنتيمتر مكعب، فهنكتب هنا رقم 1. أما بقى وحدة قياس الشغل فطبعا بتكون الجول. أما بقى رقم 4 من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. طبعا الإجابة هتكون الريح. كده نكون انتهينا من إجابة ب. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم، وجيم بعنوان وضح التوزيع الإلكتروني لذرة العنصر. طبعا ذرة العنصر الأكسجين معانا عدد الإلكترونات فيها 8، وطبعا ده العدد الذري اللي هو عدد الإلكترونات والبروتونات، وده طبعا عدد الكتلي بيكون عدد البروتونات وعدد النيوترونات. تعالوا بينا يلا زي ما احنا متعودين كده نكتب طبعا الشحنة الموجبة اللي هي البروتونات، والسالبة الإلكترونات بتكون 8. أما بقى عدد النيوترونات الموجبة فطبعا هنطرح 16 ناقص 8 هيكون 8. نبتدي بقى ان احنا نقوم بالتوزيع الالكتروني ومستويات الطاقة. طبعا هنا مستوى الطاقة الاول اللي هو كي، بعد كده مستوى الطاقة اللي بعده ال. طبعا كي بياخد 2 الكترون. طبعا بعد كده بقى باقي الالكترونات 8 هنقص منها 2 هيتبقى 6. يبقى كده قمنا بالتوزيع الإلكتروني لعنصر الأكسجين. بعد كده بقى عايز يبين سبب نشاطها الكيميائي. ليه دي نشطة كيميائيا؟ طبعا الإجابة هتكون لاحتواء مستوى الطاقة الأخير. يبقى عشان مستوى الطاقة الأخير فيه بيحتوي على 6 إلكترون. هي دي الإجابة. وكده نكون انتهينا من حل السؤال الأول في الامتحان. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني. ألف. في السؤال التاني صوب ما تحته خط. العنصر السائل بيتكون جزيئه من ذرتين هو الزئبق. طبعا التصويب أو التصحيح إنه بيكون البروم. أما بقى العبارة اللي بعدها العلاقة 2 نون بتحدد عدد الإلكترونات في المستويات الطاقة الأربعة الأولى اللي هم K L M N. طبعا العلاقة التصويب الخاص بيها ان هي بتكون 2 نون تربيع، هو ده التصويب. تعالوا بينا بقى ننتقل للعبارة التالتة. العبارة التالتة لوح الخرسين هو القطب الموجب في العمود الكهربي البسيط. طبعا التصويب او التصحيح انه لوح النحاس، يعني بدل كلمة الخرسين هتكون كلمة النحاس. أما بقى رقم 4 حشرة العود من الكائنات الحية الدقيقة. طبعا التصويب أو التصحيح إن عندنا تلات كائنات دقيقة موجودين عندنا، فهنكتب البراميسيوم. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب بعنوان اختر إجابة الصحيحة مما بين القوسين. تعالوا بينا نشوف العبارات والحيوانات التي ليس لها دعامة. طبعا إجابة هتكون قنديل البحر، حيوانات رخوة ملهاش دعامة ولا داخلية ولا خارجية. أما بقى رقم 2 الكتل المتساوية من المواد المختلفة بتكون أحجامها نقط. طبعا الكتل المتساوية بتكون أحجامها، طبعا الإجابة هتكون إن الكتل المتساوية بتكون أحجامها مختلفة. أما بقى العبارة اللي بعدها حركة جزيئات النحاس. طبعا النحاس ده من المواد الصلبة، وطبعا بتكون حركة جزيئات الحالة الصلبة إن هي بتكون اهتزازية.
أما بقى رقم 4 بيتميز نقط بوجود أسنان أمامية ممتدة للخارج مثل الملقاة، طبعا ده بيكون القنفذ. كده بالشكل ده نكون انتهينا من إجابة ب. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم، وجيم بعنوان أثرت قوة على جسم ساكن حركته مسافة 5 متر في نفس اتجاهها، فإذا علمت إن الشغل مبذول على الجسم 300 جول احسب مقدار القوة. يعني هو عايز يعرف مني القوة. طبعا القوة بيكون القانون الخاص بيها الشغل على الإزاحة. طبعا الشغل هنا موجود عندي في المسألة، وكمان الإزاحة موجودة في المسألة. طبعا الشغل مقداره 300 جول، وطبعا الإزاحة اللي حصلت هي 5 متر، فطبعا 300 على الخمسة فطبعا هيكون 60 نيوتن، هي دي القوة. كده نكون حسبنا القوة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التالت. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. رقم 1 عناصر بتتفاعل مع الأكسجين بعد فترة من تعرضها للهواء الجوي الرطب، يعني بعد مرور فترة من تعرضها للهواء الجوي الرطب بتتفاعل معاه. طبعا دي بنقول عليها، أو المصطلح العلمي الخاص بيها، هي فلزات نشطة نسبيا. أما بقى رقم 2 فهي أبسط صورة نقية للمادة ولا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها، ده طبعا بيكون العنصر. أما بقى رقم 3 محاكاة بعض الكائنات الحية للظروف الطبيعية السائدة في البيئة، فدي طبعا بنقول عليها، أو المصطلح العلمي الخاص بيها هو المماتنة، يعني هنكتب كده المماتنة. أما بقى رقم 4 الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن بتتحول من صورة لأخرى، ده طبعا قانون بقاء الطاقة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب بعنوان استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات. زيت البترول، الألمنيوم، الفلين، الخشب. طبعا الحاجة المختلفة أو الحاجة اللي هنستخرجها هي الألمنيوم، طبعا لأنها مواد تطفو فوق سطح الماء. أما بقى اللي بعده فهي عجلة الجاذبية الأرضية، الارتفاع، الكثافة، الكتلة. طبعا الحاجة اللي هنستخرجها هتكون. أما بقى رقم 2 عجلة الجاذبية، الارتفاع، الكثافة، الكتلة. طبعا الحاجة المختلفة هي الكثافة، لأني بستخدم باقي الحاجات دي لحساب طاقة الوضع. طبعا في طاقة الوضع أو القانون الخاص بيها بيكون وزن الجسم في الارتفاع. أنا بيكون عندي الارتفاع، عشان أقدر أجيب الوزن بحتاج إني أضرب بحتاج إني يكون عندي كتلة، ويكون كمان عندي عجلة الجاذبية الأرضية. أما بقى رقم 3 كوانتم الإلكترونات، البروتونات، النيوترونات. طبعا الحاجة اللي هتكون مختلفة هي كوانتم، ودول لأنهم داخل الذرة. أما بقى رقم 4 المدفأة الكهربائية، الغسالة الكهربائية، السخان الكهربي، الموقد الحراري. طبعا كل الحاجات دي بتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية، ما عدا الغسالة الكهربائية يبقى تحول طاقة الكهربية لطاقة حرارية. أما بقى الغسالة الكهربائية فهي بتحول الطاقة الكهربية لطاقة حركية. كده نكون انتهينا من ب. دلوقتي بقى ننتقل لجيم، وجيم عبارة عن مقارنة. عايزنا نقارن ما بين السنجاب والأرنب من حيث عدد القواطع في كل فك، الفك العلوي والفك السفلي. مقارنة طبعا يبقى احنا محتاجين جدول، وتعالوا بينا يلا. الجدول السنجاب عنده زوج واحد في الفك العلوي، لكن الأرنب عنده زوجين في الفك العلوي، يعني 4 قواطع. أما بقى السنجاب فهو عنده زوج في الفك السفلي، وبرضه الأرنب عنده زوج في الفك السفلي. كده نكون قارنا ما بين السنجاب والأرنب من حيث عدد القواطع في كل فك. وكمان انتهينا من حل السؤال التالت. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال الرابع وألف. اكتب العلاقة اللي بتربط ما بين الدروسيرة حمول الماء والديونيا. طبعا العلاقة اللي بتربط ما بينهم يا سنة أولى إن كلهم نباتات آكلة للحشرات أو نباتات مفترسة.
أما بقى النحلة العقرب ذات الألف قدم، فطبعا اللي بيجمع ما بينهم إن هما حيوانات مفصلية. أما بقى رقم 3 عدد النيترونات والعدد الكتلي لأي ذرة، طبعا العلاقة اللي بتجمع ما بينهم العدد الكتلي أو عدد النيترونات، إنه عدد النيترونات بيكون جزء من العدد الكتلي، لأن العدد الكتلي لأي ذرة بيكون عبارة عن عدد النيترونات زائد عدد البروتونات. أما بقى رقم 4 حجم الجسم وكثافته، العلاقة اللي بتجمع ما بينهم طبعا إنه كثافة الجسم بتكون ثابتة مهما اختلف حجمه. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الرابع. دلوقتي بقى هننتقل لب، وب هي سنة أولى إعدادي، عبارة عن ادرس الأشكال الآتية ثم أجب عن المطلوب. أول حاجة معانا طالب بيقولي ما اسم هذا الكائن الحي. طبعا الكائن الحي ده هو الأميبا، يعني اسمه الأميبا، هنكتب كده أميبا. أما بقى رقم 2 ما نوع هذا الجزيء. جزيء بيتكون من جزيء مركب بيتكون من عنصرين، فطبعا ده هيكون كلوريد الهيدروجين. أما بقى رقم 3 ما طريقة انتقال الحرارة في هذا الشكل. طبعا جايب لي الشمس، فطبعا الشمس بتنقل لينا الحرارة عن طريق الإشعاع. أما رقم 4 بقى فبيسألني حالة المادة. المادة دي جزيئاتها قريبة من بعض جدا، وقوة التماسك بينها كبيرة أكبر ما يمكن، وطبعا الحركة الخاصة بيها اهتزازية. يبقى حالة المادة دي يبقى هي حالة صلبة، يبقى نكتب كده حالة صلبة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من ب. دلوقتي بقى هننتقل لجيم، وجيم بعنوان علل. بتلجأ بعض الحيوانات إلى السكون والاختباء في جحور رطبة أثناء فصل الصيف. ليه في بعض الحيوانات بتختفي وبتلجأ للاختباء والسكون في فصل الصيف؟ طبعا الإجابة هتكون تغلب على الارتفاع الشديد في درجة الحرارة ونقص كمية المياه والأمطار خاصة في المناطق الصحراوية. هي دي إجابة جيم في السؤال الرابع. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل الامتحان. بتمنى لكم التوفيق والنجاح بإذن الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.